بكل صراحة وبدون زعل، هناك أشخاص لو عملناهم بالمثل لخرجوا من حياتنا من زمان، ولكن نقطة الاختلاف بيننا وبينهم هي بين أخلاقنا وأخلاقهم، بين تربيتنا وتربيتهم، بين عمقنا وضحالتهم، بين صبرنا وسوء أفعالهم، والأهم من كل هذا بين رجاحة عقلنا وقلة عقلهم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم غالياتي، توحشتكم الزينة تاعي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله. شوفوا يا البنات، ديت واحدة المرضى واش نحكي لكم، لا غريب اللي كامل كانوا القنوات يحكيوا عليها وانا نقول انا والله ما مرضت. حاصل ديت واحد لا غريب والحد انا راني مازلت مرتاحه. شوفوا اليوم جبت لكم شويه ريجيم، شويه عجين، شويه من شوي من كل بستانين زهره. لاغوسات تاع الكوكيز كاينه انسانه هبلتني عليها، يعني وعدتها بلي نصورها لها ونحطها لها، لكن للاسف الظروف صحيه الله غالب. بصح راني درت لها يعني اوديو بعثت لها تاع الكوكيز. شوفوا اللي راهي حابه تنقص في الميزان وحابه يعني سيريو حابه تنقص، اذا حبيتوا يعني خليوا لي في التعليقات، نديروا جروب في الميسنجر ولا في الفايبر ولا الواتساب كيما تحبوا، نديروا جروب ونخدموا مع بعضنا كامل. هنا انا درت فطور صباحي، درت حبه تفاح صغيره، باطا ياغورت ناتير معاها الشوفان، ودرت نص حبه بنان دهنتها بزبده الفول السوداني. زبده الفول السوداني البنات راهي تعطيك يعني الشبع، والبنان ثاني يخليك تحسي بالشبع. وهنا جيت ندير الغداء تاع نهار الجمعه، شخشوخه الله الله حاره وما تنحي هذيك لاكريب. حطيت طراف نتاع الدجاج، حطيت معاهم الزيت، حطيت بصله، حبه بصله يعني كنت رحيتها، ملح، اكيد التوابل نبداو الساعه بلا موطاغت، انا ديما نحب نديرها باسكو تمد واحد الذوق البنات هايل. شويه نتاع زبده ولا سمن المتوفر، اكيد طماطم المصبره نحطوها في الاول بعد تتقلى، والتوابل كل واحده حبيباتي واش تحب دير. انا ندير فلفل اسود، كركم، شويه كزبر، اكيد فلفل حمار الحار والحلو. الفلفل الحمار البنات هو الحار اللي مرحي، حار مرحي. كاين الحلو وكاين الحار وكاين هذا الحار المدشش، هذا البنات ما لبيش اسكو كاين هنا ولا ما كاش، المهم هذا تاع تونس. التوابل التونسيه والحاره واش نقول لكم بنه هايله. اكيد الملح، واكيد كي نقولوا شخشوخه نقولوا هذه شخشوخه الظفر يا البنات، ولا شخشوخه الظفر كما يقولوها اصحاب قسنطينه. المهم هنايا زدت حطيت قلنا كي نقولوا شخشوخه نقولوا طماطم تاع الحب، لازم تجي فيها طماطم الحب. وهنا البنات الطريقه كل واحد كيف يديرها، انا نحب ندير الخضره في كل يعني طبق تاع عجين، نحب ندير يعني ما نحبش ناكل غير العجين، نحب ناكل الخضره، ويبقى كل شيء اختياري. هنا ماما كانت يعني راح تدهن هذيك الشخشوخه تاع الظفر بالزيت كما راكم تشوفوا، دهنتها بالزيت مليح هكذا بهذه الطريقه، ومن بعد فورت هذه البنات هذا البنات الشخشوخه هذه البنات ما فورتها، ما عفوا ما غسلتهاش، يعني غير فورتها برك، وكل مره قاعده تسقي فيها تفور وتسقي حتى للاخير، يعني دارت لها شويه نتاع زبده. ويعني من بعد حطينا هذيك لاصوص طابت، اكيد نحيت الدجاج والخضره حمرتهم، وهنا يعني درت هذيك لاصوص على الشخشوخه كما راكم تشوفوا. الوغ حطيتها تجمرات، من بعد حطيت لها طرف نتاع زبده اكيد قبل ما نقدموها، وجات البنات حاره وبنينه واش نقول لكم تشهي. هنا حطيت في الطبس يعني عادي، تلمينا عليها، حطيت زينت بالخضره اللي كنت حمرتها في شويه زيت وزبده، طرف الدجاج والحمص البنات. انا ما وحده قالت لي حبيبتي ليه ما طيبش الحمص البنات انا راني نطيبه كامل، يعني كي نشريو كميه نشمخوه كيلو ولا زوج، نشمخوه نطيبوه ونحطوه في الكونجيلاتور، ومن بعد كي نحتاجو نجبدو ديريكت في الاخر نحطوه، يعني غير تنحالو شويه داك تاع الماء خلطوه مع الماكله راح نطيبوها به. هنا البنات شريت شويه نتاع حوايج تاع الريجيم، انا شريت رقائق الشوفان. الشوفان البنات تحتاجوه في الريجيم بزاف. صدقوني يعني بديت شويه ريجيم ومن بعد حبست، لكن راني كيما نقولوا ان شاء الله يعني نقدر نرجع. شوفوا اللي راهي حابه دير ريجيم تجي، باسكو انا اوبليجي نديرو، يعني لازم نديرو، محتاجاته مش زعما وزن زايد بزاف ولا، بصح لازم نديرو، الظروف صحيه لازم ندير ريجيم.
هنا كيما راكم تشوفوا كنت شريت يعني شوفوا كلش راه واجد، غير الاراده يعني مالفه كي ندير اراده نقدر. هذا المره كانت لازم راحت الاراده لا علينا. وشريت كذلك شاي الاخضر يساعد بزاف، وشريت زبده الفول السوداني. شوفوا زبده الفول السوداني اللي ما تكونش فيها يعني بزاف حوايج كيما هذه راهي ما فيهاش بزاف حوايج، واللي هما ما فيهاش البنات السكر، ما فيهاش لا غوم، ما فيهاش الملح، يعني هايله وبنينه. والبري تاعها يعني ماهيش غاليه بزاف، نسيت بصح بقداش شريتها. فيها يعني هذا لابوات فيها 550 كالوري، ما فيهاش يعني بزاف. شريت البنات كذلك القارص ضروري هو والناتور لا يورت ناتور. البنان يعني شريت شويه لي بيب ولا حبيبات بيب حبيبات الشوكولا. وشريت شويه نتاع الزبيب باسكو راح ندير لكم الكوكيز. وهذا شويشي بس ريجيم مع القرمشه. هيا معليش نبداو في الوصفه نتاع الكوكيز. شوفوا واش نحتاجو ملعقه زبده كنت ذوبتها، ونحتاجو البنات حبه بنان تكون يعني طايبه. هذيك يعني المشتركه اللي قالت لي دزي لي الوصفه، قالت لي كيفاه طايبه، انا يعني كنت تعبانه واش نقول لكم، قالت لي نطيبها ولا انا قصدي يعني تكون طريه طايبه هكذا، يعني رايحه بكحوليه هكا فيها شوي، باسكو كي تعود طايبه هكذا يعني الحبه هذيك طريه تقدري غير تعبزيها برك تتعبز. نزيدوا البنات على هذيك يعني المارغرين والبنان، زوج حبات نتاع بيض كما راكم تشوفوا، وملعقه كبيره نتاع عسل. ملعقه تكون يعني كبيره تاع عسل، من الافضل يعني يكون عسل الحر، انا استعملت البنات العسل الحره من الافضل يعني باش ما تكونش يعني يكون نوعا ما صحي، في نفس الوقت نديروا حاجه شويه صحيه وتكون يعني بنينه. هنا زدت كل شيء كمشه. شوفوا كمشه نتاع زبيب، ما حبيتش نقطعو ولا خليته حبيبات. الزبيب عنده فوائد كثيره. هنا البنات الشوفان، يعني اللي ما تحبش تشوف الشوفان هكذا منظر تاعو ترحيه وتكتفي غير به تلم به يعني هذاك الخليط. انا البنات درتو هكذا وحبيت نشوف يعني الحبيبات ما عنديش مشكل. زدت كمشه نتاع لوز ايفيلي وكمشه نتاع حبيبات الشوكولا. هاكم شفتوا يعني نوار ديروا شوكولا نوار، ما ديروش الاخرى باسكو الشوكولا بالحليب تسمن. شوكولا نوار لا اختاروا نوعيه مليحه برك. هنا هذا هو الخليط تاع انت يعني كل شيء نقول لكم هنا كمشه برك. هنا البنات زدت النخاله تاع الدقيق تاع القمح، والله فرينه تاع القمح حسب واش يكون عندك. انا استعملت نخاله تاع الدقيق تاع القمح، كانت يعني مفيده، يعني كان تقريب صحي 100%. يعني كي راح تاكلي حبه صباح في الفطور راح تكون يعني ديتي سكريات وديتي يعني فايده من هذاك يعني الزبيب والمكسرات اللي درت. تحبوا البنات تضيفوا كذلك الجوز يعني واش نقول لكم هايل. هنا البنات زدت شويه نتاع فرينه نتاع القمح كما راكم تشوفوا. الخليط يجيكم شويه جاري صح يتعبكم، لكن النتيجه تكون هايله. تستعملي هنا تستعيني غير بالماء تكوني يعني تشكلي فيه. هنا حطيت شويه نتاع البيكربونات، ولا تقدروا تضيفوا الخميره شويه برك رشه خفيفه. هنا تجيبوا بابي كويسون ونهزو بالملعقه نحطه فوق البابي كويسون. وقلنا اذا لقيناه يعني هو يجي شويه جاري اكيد راح نستعينوا بالماء، ما ديروش الزيت في يديكم باش يعني تبقى القيمه الغذائيه نتاعو، باسكو كون ديري الزيت راح يولي مبساس وكل شيء. يبقى استعملي غير شويه ماء هكذا في يدك، هبطيهم كامل هكذا في البلاطو، استعملي غير شويه تاع الماء وبدا يعني كيما راكم تشوفوا بدا يتعدلي هذيك الحبه تاع الكوكيز باش تجيك باهيه. كذلك نعتمدوا على كسرة القمح، نعتمدوا على اكل صحي. شوفي خاصه يعني تاكلي في الصباح، خاصه بعد 6 كون تصيبي تحبسي الماكله. اذا قلت لكم تحبوا نحلوا الجروب ان شاء الله ونتلموا فيه ونخدموا ان شاء الله. هنا كما راكم تشوفوا نطيبوه على درجة حرارة 180 درجة. لازم نحمروه مليح باسكو كون ما تحمريهش مليح يبقى هذاك البنان مندي لداخل. نحتفظوا هكذا به في بواط صغيرة ولا حاجة هكذا كيوت باهية، كي تحتاجي تجبدي تاكلي. اللي ما تحبش قلنا الشوفان ترحيه وتلم بيه وتكتفي ما دير حتى حاجة. هنا البنات بعد ما طاب اكيد شوفوا كيفاش يجي حمر ويجي شاهي، حمروه البنات مليح باش يجيكم بنين. راح كل مره ندير لكم هكذا وصفه تاع ريجيم ان شاء الله تكون مفيده لكم وليا اكيد. هنا في الاخير نتهلاو لي في رواحكم حبيباتي. المهم جيت طليت عليكم طله خفيفه باسكو توحشتوني.
كما راكم تشوفوا يجي هايل ويجي بنين وكامل كلاوه ماشي غير انا. في الاخير نتهلاو لي في رواحكم حبيباتي، ما تنسونيش وما تبخلونيش بالجيم وتعليق زين كيما نتوما. ربي يحفظكم كامل على تعليقاتكم اللي شتها في الفيديو الاخير، يعني محل نتخلى عليكم الزينه تاعي اللي تقولي توحشتك واللي تقولي نحبك. هنا هاي لا مارك تاع الشخشوخه، نقول لكم انا كذلك نحبكم كامل مع الف سلامه الزينه تاعي.